السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا. اليوم راح أوريكم طريقة وضع الأنجيلة أو الثيل. طبعا طريقتها أول شيء تساوي الأرض، تسوي الأرض كاملة، الأرض كلها تسويها بحيث أنها ما تكون في ارتفاع ونزول. بعدها تجيب الرمل الأحمر هذا، تفرد الرمل الأحمر كامل المنطقة اللي بتحط عليها ثيل، وتبدأ تغرقه بالماء، يعني ضروري يتغرق بالمويه تبلله. طبعا انا راش الامس واليوم رش ثاني علشان الارض تكون مره مرتويه. الان بعد ما نخلص اوريكم بدايه التركيبات وطريقه التركيب وطريقه الفرد باذن الله تعالى، فكونوا معنا. الله يحييكم جميعا. الان وضع السماد، الان يفرش السماد كامل ويوضع أكياس السماد، اللي هو السماد البقري هذا معالج طبعا. وهذه لفات الثيل تفرش في المكان هذا. هذا سلمكم الله الثيل. طبعا هذا نوع السي 2000، يجي سماكة متماسك وسماكة عالية. هذا السي 2000. أسأل الله التوفيق. قولوا آمين. ما شاء الله تبارك الله، طلع شكله جميل ما شاء الله. خلص الحين من المنطقة هذه نفرش ونتجه المنطقة الثانية إن شاء الله. راح الآن يبدأ التقصيص، نبدأ نقصص العواف هذه كلها، يبدأ يقطع ثم بعدين يكبس كبس. هو بالشكل هذا يجي مثل الفرشات رول، نفس الشكل هذا ويمد. ثم بعدها تكون فراغات، طبعا هذه بعد شهر إن شاء الله من السقاية تختفي هذه كل الفراغات، هذه كلها تختفي إن شاء الله تعالى. وهذه تقصص ترتب كلها إن شاء الله. طبعا طريقة قصة حتى سهلة، يعني ما هي بصعبة. هنا. يا الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك يا رب العالمين. هذا الثيل بعد ما ركبناه اليوم الصباح، الآن في فراغات مثل ما تشوفون. الفراغات هذه مع الرش وكثر الرش بإذن الله تعالى 15 يوم إلى 20 يوم راح تختفي ويصير طبقة واحدة. بعدها نبدأ إن شاء الله نرتب الأحواض بمشيئة الله تعالى وتزين الأمور كلها إن شاء الله تعالى. صراحة الليلة قمرة، وهي والله اللي مزينها الجو. سبحان الله العظيم، الحمد لله رب العالمين من قبل ومن بعد. الحمد لله رب العالمين. باقي بس بعض اللمسات إن شاء الله وتكملة الحجر، لأن الحجر خلص علي وبجيبه إن شاء الله تعالى، وبنبدأ نكمل الحجر. وبرضه أحواض النخل هذه كلها بتتزبط إن شاء الله. انتظرونا إن شاء الله بعد 15 يوم أصور لكم مرة ثانية وتشوفون الشغل بإذن الله تعالى. ما شاء الله تبارك الله. اذكروا الله يا الرب. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولكل مسلم. وهذا ديكنا، هذا ديكنا، هذا يعلمك اتجاه الرياح. الآن في هواء خفيف وبالاتجاه هذا. الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. اذكروا الله يا الربع، اذكروا الله كثيرا، اذكروا الله. هذا بعد تركيب الثيل ب14 يوم بالضبط. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا باقي الحجر ما انتهى اللي عندي، ما كملته ولا فضيت اطلع الرياض اجيبه، لكن ان شاء الله قريب ان شاء الله اجيبه ونكمله باذن الله تعالى. بيكمل هنا وهنا وفي الاماكن هذه باذن الله. والارضيه هذه الصبه هذه بتبلط كلها ان شاء الله تعالى. كل شيء بيرتب له ان شاء الله باذن الله. والباب هذا بيتغير بمشيئه الله تعالى. تذكرون هذه
هذه اللي سويناها مع بعض، لو ترجعون الفيديوهات القديمة بتلقونها. لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اذكروا الله كثيرا، اذكروا الله.